بعد ما اتعلمنا ازاي نعمل امبورت للفيديو في البروجكت، واتعلمنا كمان ازاي نعمل دراج للفيديو من فولدر للبروجكت على طول، هنتعلم دلوقتي ازاي نسحب الفيديو للتايم لاين. زي ما احنا شايفين كده الفيديو اتسحب معانا في التايم لاين. بقدر اتفرج على الفيديو هنا من خلال المؤشر دوت. عندنا هنا الكومبوزيشن دوت اللي احنا واقفين فيه. نقدر نلعب في السيتنج بتاعته. هنلعب في السيتنج بتاعته ازاي؟ بنقف عليه ونروح جايين هنا كومبوزيشن سيتنج. لو حابين نغير الاسم مثلا نسميه برومو بس. حبينا نغير في بقية السيتنج بتاعته، السايز عايزين نصغر السايز او نكبر السايز، الفريمات، الثواني بتاعته والدقايق لو عايزين نغير. بعد ما حطينا مثلا الفيديو ولقيناه مساحته كبيرة عن التايم لاين اللي احنا عاملينه، نقدر نغير في التايم لاين هنا والديوريشن ويندوز اوكي. الكومبوزيشن هنا في هنا السايز بتاعه، نقدر هنا نخليه فيت بحيث ان هو يبقى واخد مساحة الشاشة كلها اللي قدامنا. لو احنا كبرنا ده كده او صغرنا بيظبط معايا المقاس. اوكي، عايزين نخليه مثلا 50، عايزين نخليه اقل، عايزين نخليه فيت، ونقدر نصغره ونكبر بالسكرول بتاعة الماوس. نيجي هنا لتاني حاجة الشكل ده. في هنا لما نيجي نقف عليه كده كليك شمال، في هنا حاجة اسمها سيف. بندوس هنا على السيف بيطلع لنا الفريم دوت. الفريم ده مهم في ايه؟ الفريم ده عشان لو انا عندي لوجو اخليه هنا ما اطلعش بره الفريم. لو عندي تكست مثلا احطه هنا او احطه هنا او احطه هنا او احطه في اي مكان ما اطلعش بره الفريم ده، وده اسمه السيف فريم. اوكي، بقدر اخفيه بردك من نفس المكان وبقدر اظهره تاني. اوكي، السكرين اللي قدامنا دي اقدر اوطي الريزوليوشن بتاعها لو الشغل عندي كتير، واقدر اعلي الريزوليوشن زي ما انتوا شايفين كده. كده انا وطيت الريزوليوشن قوي، وكده انا عليت الريزوليوشن. ممكن اشتغل على هاف، نص كده. اوكي، ده لو الشغل معايا تقيل اقدر اوطي الريزوليوشن بحيث ان الشغل يخف شويه. نيجي هنا الاكتيف كاميرا، الفرونت والليفت والتوب. لما يجي درس الكاميرا هنشرح الخصائص بتاعت الكاميرا. وهنا الفيوز لو انا عايز 2 سكرين. لو انا مأكتف الكاميرا ممكن هنا اجيب الليفت او الرايت. وهنا لو عايز 4 سكرين. وهنا الاوديو ده ليفل الصوت، بنعرفه لما بنشغل الصوت. لو ما باجي رندر من هنا مثلا، السلام عليكم انا محمد بوشي وانا ده ليفل الصوت. السلام عليكم انا. اوكي، هنا البريفيو ده لو عايز اشوف ريندر بريفيو، باجي ادوس على الزرار ده ورندر الحته اللي انا عايز اتفرج عليها. يعني زي مثلا لو انا عايز اتفرج لغايه 10 ثواني برندر واروح دايس على نفس الزرار وبيشتغل. وانا احمد بوتشي وانا محمود بوتشي، احنا الثلاثه شغالين. اوكي، طيب الريزولوشن هنا وانا برندر الريزولوشن واطي شويه، عايزين نعلي الريزولوشن بنعليه من هنا. لما نيجي رندر يرندر هاي ريزولوشن، وده بيختلف عن الريزولوشن بتاع السكرين. ده ريزولوشن ريندر، ده الريزولوشن بتاع السكرين، ملوش دعوه بالبريفيو. هنا بقى الافكتس والبلجن. اوكي، هنا كل البلجن بتاعتي والافكتس. اوكي، لو انا محتاج اي بلجنز او اي افكت بنيجي نكتب هنا لايت مثلا. اوكي لقيناه تمام. او باجي هنا فوق بدوس افكتس. بص مش متاكتفه، لازم تبقى دايس على الفيديو اللي انت هتحط عليه البلجن او الافكت. فبتدوس على الفيديو او بتدوس على اللاير اللي انت هتعمل عليه الافكت وبتدور عليه عشان تلاقيه. اوكي، طيب لو انت هنا مش لاقيه بتعمل ايه؟
قعدت تدور مش لاقي البلجن بتاعك، ممكن تيجي هنا في هيلب وتروح كاتب اسم الافكت لايت، اوكي، وتقف هنا عليها بيجيب لك مكانها فين. اوكي، بتروح قافل هنا الافكت، تروح داخل لايت سويب، دايس عليها ينزل لك اللايت. لو قابلتك اي مشكله في الافتر افكت اكتب لنا على الوول في الجروب واحنا تحت هنحلها لك في كومنت. علشان تتابعنا اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير.